اتكلم. احمد اتفضل يا احمد. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا استاذ لميس؟ اهلا يا احمد. انا بحب برنامج وانا متصل عشان اكلم الاستاذ محمد صبحي. يا احمد ازيك؟ ازيك يا استاذ؟ ازيك؟ طبعا البرنامج بتاعك في منتهى الروعه، وانا عايز بس اقول لك بعض حاجات كده يعني في بالي. في مشاكل حضرتك ما اتكلمتش عنها، بمعنى ان مثلا اللي هو مختلف شويه عن بقيه الناس بتبص له ازاي؟ طب هو اصراره ان هو يوصل للناس ازاي؟ يوصل لهدف، يوصل لحلم، يوصل ان هو عايز يبقى حاجه كويسه وحاجه يحقق نفسه، يحقق نفسه. ايوه، حتى لو هو يعني امكانياته ضعيفه او امكانياته غير الناس كلها. يا احمد يعني انا كنت بعرف امثل كويس، بس الناس قالوا لي لا عشان البودي لانجوج بتاعتك مش حلوه وكلامك وكده. قلت لهم انا هوصل للاستاذ محمد صبحي وهمثل معاه وبكره تشوف. طب هناخد نمرتك يا احمد وهديها للاستاذ صبحي. حاضر يا احمد، وانا متشكره قوي قوي ان انت اتصلت بينا يا احمد. طبعا حقيقي متشكره، ميرسي. احمد شمس كان بيتكلم في مداخله يعني من شهرين او فتره كده 7 فبراير، والمداخله دي كان بيكلمني ليه انت في البرنامج بتاعك ما بتناقشش المختلف او التعامل مع المختلف، وانا مختلف معاه في كلمه مختلف. انما هو كان عنده حلم وقال لي عليه، ما اعرفش هنساله. احمد شمس اقف. ايوه كسبت. خدت سكسي اكتر، خدت سكسي اكتر مني. احمد محمد صبحي قال لك كلام كده وبتاع ولا كلمك في التليفون بعد البرنامج؟ هو كلمني عشان هو محتاج فعلا يمثل الحالة دي او يمثل الطبقة الاقوى في المجتمع. طيب احمد، ايه حلمك اللي عمرك ما هتسيبه؟ هو انا بس عايز اقول حاجة بسيطة. انا عندي مقولة مؤمن بيها جدا، هي على المرء السعي وليس عليه إدراك النتائج. هو اللي أهم من الحلم السعي ليه، حتى لو أنت ما وصلتلوش قدراتك اتحسنت وثقتك بنفسك زي ما هي ما اتحسنتش. فأنا كان حلمي إن أنا أمثل مع حضرتك عشان أشوف أوريهم إن الناس دي قوية بجد، عندهم حلم بجد ومش هيسيبوا حلمهم. أحمد قال لي في التليفون لما كلمته، قال لي هقف قدامك وهاخد سكسي أكتر منك. فهو بيثبت ده دلوقتي، خلي بالك. طيب انت بتحلم انك تمثل معايا، وانا اتمنى ان حلمك ده يتحقق قريب.